3 غلطات تخلي الكارديو بتاعك يحرق عضلاتك بدل ما يحرق دهونك. بس نسأل سؤال مهم الأول، هو الكارديو فعلا ممكن يحرق عضلاتي بدل ما يحرق دهوني؟ أحب أقول لك الكارديو بتاعك لو بتلعبه غلط هيقلل نسبة النمو العضلي ل31%، وهيضعف القوة بنسبة 18%. بس هل معنى كلامي إن إحنا كلاعبي كمال أجسام ما نلعبش كارديو؟ بالعكس، انت لازم تلعب كارديو، لكن هتبعد عن بعض السلوكيات والاخطاء اللي بتخلي الكارديو بتاعك يحرق عضلاتك بدل ما يحرق دهونك. اول غلطة معانا وهي انك بتلعب الكارديو بتاعك في الوقت الغلط. ازاي؟ لو انت الكارديو بتاعك متوسط الشدة او عالي الشدة، يفضل ان انت تلعب التمرين بتاع الكارديو في يوم تاني غير يوم الحديد. لكن لو انت تمرين الكارديو بتاعك خفيف الشدة فتلعبه بعد تمرينة الحديد. لو عايز نعمل فيديو مخصوص اقول لك ايه الفرق بين تمرين الكارديو قبل وبعد التمرين بتاع الحديد، قول لي تحت في الكومنتات. تاني غلطة معانا وانك بتلعب الكارديو الغلط. تعال اسألك سؤال كده، ايه اول حاجة بتيجي في بالك اول ما تسمع كلمة كارديو؟ اكيد الجري. فعلا الجري مفيد وبيسرع عملية حرق الدهون وكمان بيحافظ على صحة القلب، بس مش أصح حاجة لينا احنا كلاعبي كمال أجسام. طب ليه هو مش أحسن حاجة لينا كلاعبي كمال أجسام؟ لأنه بيأثر بالسلب على الجزء السفلي للجسم. ولو عايز نعمل فيديو مخصوص أقول لك إيه أفضل تمارين كارديو وأنواع كارديو تلعبها لو أنت لاعب كمال أجسام أو فتنس، اكتب لي تحت في الكومنتات على طول. تالت وآخر غلطة معانا، too much كارديو. اي حاجة طبيعي لما تزيد عن حدها بتعمل نتيجة عكسية. كل ما الكارديو وقته زاد كل ما حرق دهون اكتر، دي حاجة طبيعية ولا يختلف عليها الآراء. بس انت اوريدي ممكن توصل لمستوى ناشف جدا في الجسم بنظام اكل بس، من غير حتى ما تعمل تمرين كارديو واحده. الفكره كلها معتمده اعتماد كلي على نظام الاكل. تمارين الكارديو بتاعتك ما هي الا وسيله لتسريع العمليه بتاعه حرق الدهون والتنشيف. نهايه الفيديو، هل معنى كلامي ان احنا ما نلعبش كارديو خالص؟ لا طبعا لازم نلعب كارديو. الفكره ان المزيد لا يعني دايما الافضل. ولو النصايح دي كلها فادتك اعمل فولو ولايك وشير الفيديو عشان كله يستفيد.